موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين. الأغنية التي تأتي من الواقع الاجتماعي فتتجمع في قلب الشاعر بتعكس بذلك عملاً إبداعياً ناتجاً عن ضمير ووجدان المجتمع. موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين. المجتمع اللي من خلاله بتعرف كيف بيحب، كيف بيحارب، كيف بيسالم، كيف يعادي ويصادق، كيف يعشق الأرض ويزرعها ويتعامل مع الطبيعة، وكيف يرى الأحداث السياسية. معكم زكريا دهمان. الشاعر إبراهيم أحمد الحضراني. الشاعر إبراهيم بن أحمد بن محمد الحضراني ولد سنة 1919 في حضران آنس محافظة دمار. تلقى تعليمه الأولي في كتاب القرية، ثم ارتحل إلى مدينة دمار ليواصل دراسته في المدرسة الشمسية، وفيها زامل الأدباء علي حمود الديلمي، عبد الله بن يحيى الديلمي، أحمد الوريث، أحمد سلامة وغيرهم. ثم التحق بالحضرة الإمامية في تعز، حيث كان ولي العهد أحمد حميد الدين يجمع النخبة من الصفوة المستنيرة حوله، مثل الزبيري والنعمان والموشكي ومحمد الوريث والقاضي عبد الله الإرياني والقاضي عبد الرحمن الإرياني وأحمد الشامي وحسن بن عبد الله السقاف. وقد التقى الحضراني بهؤلاء، وكانت له معهم مساجلات أدبية تركت أثراً على حركة الشعر والأدب، ومن نتائجها البريد الأدبي، وهي مجلة خطية أنشئت بعد أن أقفلت مجلة الحكمة. سجن الشاعر إبراهيم أحمد الحضراني في حجة بعد فشل ثورة 48، وقد كتب خلال سجنه مقدمة أدبية للديوان الحميني للشاعر عبد الرحمن الآنسي تحت اسم ترجيح الأطيار بمرقس الأشعار، الذي حققه وعلق عليه في السجن القاضي عبد الرحمن بن يحيى الإرياني والقاضي عبد الله الأغبري. للشاعر إبراهيم أحمد الحضراني عدة مساهمات أدبية ومحاضرات عامة، وشارك في مؤتمرات ثقافية عربية. جمع قصائده زميله وصديقه الشاعر أحمد الشامي وأصدرها بعنوان القطوف الدواني. بعد خروج الشاعر إبراهيم أحمد الحضراني من السجن، أصبح واحداً من خاصة ولي العهد محمد الملقب بالبدر الذين أثروا في أفكاره واتجاهاته. الشاعر إبراهيم الحضراني من الشعراء الذين أجادوا في كتابة الأغنية العاطفية، وإن كان مقلاً فيها، فقد جاءت قصائده صادقة الشعور، عذبة المعاني، جميلة الصورة، سهلة التعابير والمفردات، مما جعلها تصل إلى مسامع وقلوب المتلقين بسهولة. اسم يا حبابنا، يا حبابنا تشتوى الحق الحقيق، والله ما أحبكم إلا ركن، قد كنت شاحبكم جزع الطريق، ودي جزاكم سوى روحي ثمن. ومن القصائد الجدا حلوة اللي ممكن إنك تسمعها عن الشاعر إبراهيم أحمد الحضراني، قصيدة جدا حلوة غناها الفنان أيوب طارش: عانقي يا جبال ريمة شماريخ شمسان، وانت يا وادي القرية تفسح لبيحان، قالوا الأمس في صعدة حصل حفن طنان، والتقينا الجميع في عرس حسناء وحسان.
وما فيش أحلى من إنك تسمع الصوت الصنعاني الجميل من صوت الفنان فؤاد عبد الله الكبسي عندما يغني أبيات شعرية لإبراهيم أحمد الحضراني ويقول: كنت أعتقد إن قلبي في ضلوعي مأمن ضد التلف والحريق، وضد ما يقلق الخاطر ويشغل ويمحن، وضد نهده وضيق. ما تقدرش تسمع أغنية صنعانية إلا وسمعت الأغنية التالية وتستغرب وتقول: يا ترى من الذي ألفها؟ فتكتشف أنه الشاعر إبراهيم أحمد الحضراني. غناها الفنان فؤاد الكبسي وقال: لا عتب لا عتب، قد هو مقدر لمن حب، أني لا للتعب وطول عمره معذب. لا عتب لا عتب، قد هو مقدر لمن حب، أني لا التعب وطول عمره معذب، أني لا التعب وطول عمره معذب. موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين. الأغنية التي تأتي من الواقع الاجتماعي فتتجمع في قلب الشاعر بتعكس بذلك عملاً إبداعياً ناتجاً عن ضمير ووجدان المجتمع. موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين. المجتمع اللي من خلاله بتعرف كيف بيحب، كيف بيحارب، كيف بيسالم، كيف يعادي ويصادق، كيف يعشق الأرض ويزرعها ويتعامل مع الطبيعة، وكيف يرى الأحداث السياسية. معكم زكريا دهمان.